آلاف الفيديوهات بتنتشر على السوشيال ميديا ومنصة اليوتيوب بالتحديد. اليوم رح نكشف أسرار ومعلومات لعن صناع المحتوى بعمرك وبحياتك ما كنت بتتخيل انه رح نقدر نكتشفها، وهل وراء الكواليس عم بيخبوا علينا شغلات نحن ما بنعرفها عنهم. يلا نبلش بالفيديو. هلو ماي فريندز، كيفكم؟ شو الاخبار؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكون اموركم تمام. معكم محمد زهراب من قناة خرطوي. وقبل ما ابدا بهذا الفيديو يا عزيزي المشاهد، يا عزيزتي المشاهدة، توصلنا بالصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وتحطوا لنا لايك مثلكم جميل، وتكتبوا لنا لايك مثلكم حلو، الله يسعدكم يا رب. بعرف كانت الغيبة طويلة عليكم، تقريبا اخر فيديو كان من شهر تقريبا، ولكن ان شاء الله هاي الرجعة رح تكون رجعة قوية كتير. وين كنت غايب؟ شوية مشاكل على شوية مرض على صيام رمضان، وان شاء الله عم نحاول نغير لكم من المحتوى وعم نحاول نظبط امورنا يعني شوي ان شاء الله لحتى نقدر نغير هذا المحتوى لمحتوى تعليمي ان شاء الله. فاذا وصلت لاي نقطة معي لهون وحطيت لايك وكتبت كومنت حلو مثلك، تتفضل معي لحتى نكمل باقي الفيديو. هذا الفيديو رح يتم تقسيمه الى 3 اقسام: الصورة المصغرة وطريقة التصوير وطريقة المونتاج. اوكي، كنتوا تقولوا لي بس محمد في ناس عم تدفع مبالغ طائلة لحتى تقدر تعمل مونتاج احترافي حلو. انا ما حكيت شيء عن هدول الناس اللي بتقعد بتشتغل على حالها بتدفع مصاري بتتكلف على المونتاج، بس كمان في ناس بتقعد بتغش اكيد وبتعمل الفيديو بكل بساطة بالذكاء الاصطناعي، واحيانا بتكون ما أنا عم بتصور. هلا بقول لك شلون اني ما انا عم بتصور. عزيزي المشاهد، اغلب صناع المحتوى القديمين اللي عندهم 3 مليون 4 مليون مثل هدول الناس اللي عم يطلعوا قدامكم على الشاشه، هدول اغلبهم متعلمين شلون يصوروا باحترافي، متعودين شلون يقدروا يعملوا صور مصغره احترافي، ومتعودين شلون يقدروا يعملوا اديت او مونتاج بطريقه احترافي هم تعلموها بايدهم وبحرفيتهم. مع الزمن صار عندهم خبره، اكيد اكتسبوا الخبره وصاروا يقدروا يعطوا افضل نتيجه واقرب نتيجه الى الذكاء الاصطناعي. خلينا ناخذ اول قسم مشان ما نضيع، انه هو الصور المصغره. هلا هي بتكون تقريبا اصعب شغله بكل مجال صناعه المحتوى، هو الصور المصغره او طريقه صنع الصور المصغره. اوكي، شو هي الصوره المصغره؟ انا رح اقول لك شو هي الصوره المصغره. اللي ما بيعرف، الصوره المصغره هي صوره الفيديو اللي بتطلع قدامك اول ما بتفوت على اليوتيوب، وهي اللي بتحفزك انك تكبس على الفيديو وتفوت لحتى تحضره. اغلب الصور المصغره اللي بتكون بالفيديوهات اليوتيوب عند كثير ناس ومنهم انا يعني بتكون تقريبا شبه كاذبه، او لحتى تشدك وتفوت على قلب الفيديو. يعني هي الغرض المصنوع منها كرمال انه انت تنشد كمشاهد وتفوت على قلب الفيديو فقط لا غير. هلا اغلب الناس بتاخذ صورتها بس وبتعطيها لتشات جي بي تي وبتقول له على التعليمات، وهو بيقدر بيطبقها وبيعملها بافضل صوره وافضل نطاق لحتى انت كمشاهد انه تشدك ويكون عندك افضل صوره مصغره. يعني صوره واضحه، صوره مليانه بالالوان، صوره منبوجه من العالم الخيال، وصوره يعني ما بتشبه اي صوره بعالم الانترنت، ما حدا بيقدر بيعملها غير تشات جي بي تي اكيد. ومع تطور هاي المنصه، منصه تشات جي بي تي، اكيد قدرت العالم كثير وصناع المحتوى انها تحسن من هاي الطريقه كثير، بس عليك انك تتصور صوره واضحه وحلوه وانك تعطيها لتشات جي بي تي وتقول له على التعليمات وتقول له وين بدك يحطك. ممكن يحطك على القمر، وممكن يخليك محلك بالارض، وممكن يحطك بغير عالم عسكري، ممكن انه يعمل اللي بدك اياه. وبظرف 5 دقائق بتطلع الصوره معك بكل وضوح، وبتقدر بتحطها باليوتيوب بيعطيك اياها بالمقياس الطبيعي المحدد لليوتيوب اكيد. اذا كنت انت يا عزيزي المشاهد صانع محتوى جديد، اكيد هاي الشغله ممكن تفيدك عن طريق تشات جي بي تي. بتقدر بتحسن من المشاهدات وبتقدر بترفع فيديوهاتك مشاهداتهم اكثر، هذا الشيء يعني اكيد منه. بنيجي على الطريقه الثانيه يلي هي طريقة التصوير. هلا بدك تقول لي محمد واو، في ناس بيطلع معها مونتاج احترافي كتير، وفي ناس عن جد وقت اللي بنقعد بنحضرهم بنطلع على عالم اخر من الفيديوهات وعالم اخر من المشاهد جديد. كيف هيك بيطلع معهم؟ اوكي، بتحب اقول لك انه هذا كله مدموج بالذكاء الاصطناعي والاي اي، كله موصى به الاي اي لحتى يقدر يطبقهم ويعملهم. وما زال قلت لك اي اي، خليني اخذك على محمل اخر من الجد، انه حرفيا ما بيكونوا احيانا عم بيصوروا. لهي الدرجه وصلت مع صناع المحتوى او مع تطور الذكاء الاصطناعي والتشات جي بي تي، انه وصلت معه لحتى انه بيقدر بيعطيك الفيديو بدون ما انت تقدر تصور. ببساطه تشات جي بي تي بيعرفك انت كشخص باكونتك، بيعرف حسابك، حاكي معه انت اكثر من مره وتواصل معه اكثر من مره، بيعرف صورتك، بيعرف ملامحك،
وبيعرف شو انت بتصنع محتوى، فبتقدر تعطيه انت الموضوع ببساطة وهو بيقدر بيلخص لك اياه وبيقدر بيعطيك افضل فيديو ممكن انت تتخيله بدون ما انك حتى تعذب قلبك وتعذب حالك وتحط الكاميرا وانك تقدر تبلش تصور. شفتوا لوين تطور الذكاء الاصطناعي يا جماعة الخير؟ واو عن جد، يعني هذا الموضوع حبيت اطرحه من زمان واحكي فيه، بس ما كان في وقت وما كان معي فرصة حتى انه اقدر اشرح فيه للعالم كيف ممكن حرفيا انك تستفيد من تشات جي بي تي بطريقة صناعة المحتوى. فرق هلا صناعة المحتوى عن ايام زمان. تشات جي بي تي مع تطوره سهل طريقة صناعة المحتوى الى 80% حرفيا، يعني صار تشات جي بي تي بيلبي لك غرضك من 80% من صناعة المحتوى. شو ما كانت اغراضك بالمونتاج، عندك اغلاط بالمونتاج، عندك اغلاط بالصور المصغرة، تشات جي بي تي صار بيقدر بيلبي لك احتياجاتك 80% بدون ما تعتاز اي حدا احترافي من برا، ماونتر او حدا بيعمل صور مصغره. ولهون بنكون حكيت لكم وشرحت لكم عن التشات جي بي تي وكيف تقدروا تستفيدوا منه بثلاث خطوات: طريقه التصوير، طريقه المونتاج، وطريقه الصور المصغره. وضل معنا اخر خطوه واللي هي طريقه رفع الفيديو. هاي بدي اضيفها من عندي على اليوتيوب. اوكي، بدك تقول لي محمد انا ما بعرف كيف بدي انشر الفيديو. انا بنشر الفيديو بس بكتب عنوان وبقول له للفيديو اطلع، بس انا هذا اللي بعمله. اليوم يا عزيزي المشاهد مع تشات جي بي تي مانك بعازة انك تتعلم شلون ترفع الفيديو او شلون تنشر الفيديو، لانه تشات جي بي تي هو اللي راح ينظم لك اوقات للقناة، وعندك لائحة مثل هاي اللائحة اللي راح تطلع هون قدامك على الشاشة. هاي اللائحة انت بتقدر تتبع عليها ايامك، ايام الجمهور اللي بيكون متواجد والايام الجمهور اللي ما بيكون فيها متواجد عندك بالقناة. ولكن بعد في طريقة لتغذية الفيديو قبل ما تنشره. بامكانك انك تروح على تشات جي بي تي، وهي الطريقه اسمها توبكس. هاو التوبكس انت بتقدر تاخذهم من تشات جي بي تي، بيقدر بينظم لك توبكس معينين للفيديو تبعك. انت بتعطيه شو عنوان الفيديو وشو موضوع للفيديو، وتشات جي بي تي هو بكل بساطه بيقدر انه بيحلل لك موضوع الفيديو تبعك وبيعطيك توبكس انت بتاخذهم من عنده وبتحطهم بالتوبكس بسطور التوبكس عندك، وبتغذي الفيديو تبعك قبل النشر. يعني ببساطة يا عزيزي المشاهد، لهيك لما بنسمع صناع المحتوى كتير بيكرروا جملة انه ما ضل صناع محتوى، ما ضل صناع محتوى، يعني حرفيا بيكونوا عم يصدقوا بكلامهم. صحيح صناعة المحتوى صارت موضة باطلة، صار في اي حدا اليوم ينشهر واي حدا اليوم في يشتغل على حاله ويتعب وينشهر حرفيا، لانه الذكاء الاصطناعي سبق وحكينا بهاي، قسمنا الموضوع لثلاث مراحل، والثلاث مراحل داخل فيها تشات جي بي تي، وحتى الرابع طريقة النشر يعني كمان. ولا هنا اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم. بوعدكم انه بعد هاي قطعة الشهر ما راح اقطع عنكم ابدا اكيد، وراح ضل ان شاء الله معكم اول باول. بس اعذروني هاي الفترة صار عندي حالات مرضية كتير، ومرينا بفترة رمضان، يعني بقلب رمضان صار معي حالات مرضية كتير، ما قدرت اصور لكم كتير. بتمنى منكم الاعتذار التام يا جماعة الخير وتقدروا ظرفي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.